أهلين، كيف حالكم؟ عشية اليوم مخصصة للأطفال الصغار، حنديروا لهم وصفة سريعة خاصة بيهم. وبما أن اليوم للأطفال أنا طالعة معي بنوتة حلوة تهبل اسمها كندا، حتى هي شاطرة في الطبخ وعندها قناة خاصة بيها. اليوم بما أنها خاصة بالأطفال فقلت لازم تشاركني الشيف كوكي في الوصفة، وحتقول لنا تو هي حتعرفنا شوية على روحها وحتقول لنا شنو هي الوصفة اللي حنديروها للأطفال. كيف حالك يا كوكي؟ الحمد لله كويسة. هاي قولي لنا عارفة على روحك باش بعدين نحكوا شو بنديرو. أنا كندا النقيب من سوريا. بدنا كريمة جبنة كريمية، بقدونس، شبت، مزعتر، و دبس فلفل وشنو هذي؟ كزبرة. كزبرة، نحن نقولوا كزبر لكن هم يقولوا كزبرة. باهي قولي لي دبس الفليفل لمن بنديروه؟ يعني فيه يكون حد وفيه يكون محد، يعني هي حارة للأطفال، مش حنديروا حارة بس. طبعا نحن الأمهات اللي حيجان مع أطفالهم حنديروا لهم الحار. تو حنوروكم كيف حنديروا الوصفة، خلوكم معنا. طبعا تو يا كوكي هي ابدي ورينا كيف نديروا. شنو حنديروا؟ نحط نص من الجبنة. باهي. وانا نسيت اقولك اني نص فلسطينية ونص سورية. ما شاء الله، يعني انت اصلا فلسطينية لكن يعني مولودة في سوريا صح؟ لا انا والدة ببلجيكا. صح، نسيت بكرة انت مولودة في بلجيكا، سامحيني. غلطة هذا هي كوكي. تمام هيك كويس. بعدين شو حنديروا؟ النص الثاني هذا علاش خليناه؟ مشان نعمل يلي بلا حار. اوكي هلا رح نحط شوي. باهي. عشان نخلي كمان فيها لون. عشان نخلي. وهذه زعتر. اوكي. لا خلاص هيك واجد بالكبيرة. تمام. حناخده نحطه شوية مش كثير، شوية وشوية فلفل أبحر اللي هو الفلفل الأسود. شو تقولوا له أنتم؟ فلفل أسود. فلفل أسود. تمام. ورح نحط دبس الفليفل. تمام. الأول نحطه، ما نحطوش كثير باش باش خالته ماجدة ما تحرحرش. تمام كويس. اوكي. وبعدين نخلطوها. طبعا فكرة الجبنة هذه لما نخلطوها كلها مع بعضها تقدروا انتم تديروا اضافات. شنو حنديروا لها؟ حناخذوا نلفوها في الورق هذا البلاستيك وندخلوها للثلاجة بحيث انها تمسك روحها شوية باش انا نقدر نزينها التزيينة الأخيرة. هلا خالي ماجدة رح نحطها بالنايلون. باش نلفوها وندخلوها للثلاجة. طبعا نحب بس نقول لكم ان كوكي كندا شاطرة بكل في الزراعة. هذه زارعة فاصوليا، انا تفاجأت بيها وذكرتني بايام زمان في المدرسة لما كنا نزرعه في العدس وفي الحلبة بجديات. يعني نحن المفروض نعلموا عيالنا الصغار الحاجات اليدوية. طبعا هذه حاجة كويسة بكل للذكاء. فانا اكتشفت اليوم عندهم ان هي دايرة فلفل ودايرة فاصوليا، دايرة مجموعة يعني نباتات حلوات. هذه فكرة حلوة للأطفال برضو. طبعا حنحطوها زي ما قلت لكم. انتوا تقدروا تكبروا المقدار، انا هنا بس نبي ندير حاجه بسيطه. زي ما قلنا هذه طبعا كانت بالفلفل، والثانيه هي حنديروها من غير فلفل. نحاول نقول لها كيف باش ايش انا نبيها تكون روله. تاخذوا تلفوها بالطريقه هذه، شفتوا كيف؟ وبعدين ندخلوها للثلاجة عشان تمسك، وبعدين ناخذها ونوريكم الطريقة الأخيرة في التزيين كيف حتكون. طلعناها طبعا الجبنة من الثلاجة هي مسكت. حنوروكم كيف حنحطوها في الأعشاب. كيف حنديروا تو يا كوكي؟ أنا فتحت الجبنة. هلا رح نحط الأعشاب هون. نحطهم كلهم؟ لا شوية. تمام. نبدأ نديروا لها رولة هيك نلفوها. لا ايه. شوفوا شكلها طبعا مسكت معايا. هناخذ انا تو نحطها في الاعشاب. انتوا تقدروا حتى تضيفوا مكسرات. انا اليوم لان طبعا الاطفال مرات مش كلهم يحبوا المكسرات، في حد يكون عنده حساسيه. هناخذ طبعا الاعشاب بالطريقه هذه. شوفوا شكلها كلها باللون اللي بدك تديروها. الريحة ما نحكي لكمش، ريحة الشبت طالعة. هذه أول وحدة اللي هي
بالهريسه او دبس الفليفله. شوفوا شكلها، نقدموها بالطريقه هذه. حنديروا توا الثانيه اللي هي من غير دبس فليفله. طبعا هذه الجبنه الثانيه اللي من غير هريسه بتاعت الاطفال. خدي كوكي ديري لها كيف ما انا درت من بدري. نساعدك؟ لا. تمام. هلا هلا انا اصلا لفيتها واجد باش ما خايفه عليها تريح. تمام هيك خديها. ساعدك هيك. وتوا انت حاطه العسل هنا عليش يا كوكي؟ مشان نحطها فوق عشان تعطي طعم طيبة ولذيذة. ما شاء الله. طبعا انا من الناس اللي نحب الحلو مع المالح، يعني الجبنه بالمربى ناكلها عادي. فاليوم تمام هيك كويس. شو نقدروا نديروا اضافات اخرى يا كوكي؟ مثلا لو ما نبوش نديروا هذينا، شو نحطوا مثلا زعتر؟ شو تحبي تحطي؟ يعني فينا نحط كمان زعتر أحمر. باهي. زعتر احمر كويس، مفيد حتى الزعتر الاحمر. هيك تمام باهي. وكيف حنقدموها توا؟ رح نحط شوية عسل وكيل. اللي بيحب يحط اللي ما بيحب ما يحط. اللي يحب يحط عسل يحط، اللي ما يحبش هو حر يعني. تمام. نحطهم على بعضهم. شوفوا كيف الشكل، يعني بجد مش عادية، سهلة وسريعة. جربوها وقولوا لي بعدين إذا كان عجبتكم أو لا. شو تقولي لهم يا كوكي؟ هلا شو تحبي تختمي؟ جربوها كتير سهلة وبسيطة. أي تمام. وأنا انبسطت إنك أنتي طلعتي معي اليوم، نورتي لي الحلقة. أنا كمان. تمام. أوقات عشية كملناها نحن اليوم معاكم. جربوا الوصفات وأعطوني رأيكم. باي. باي. معلومة على الماشي. اليوم معلومتنا حنحكوا فيها على البيكربونات الصوديوم والبيكنج باودر، وشنو الفرق بيناتهم، وامتى نقدر نستخدم هذا وامتى نقدر نستخدم هذا. بالنسبة للبيكنج باودر هذا نستخدمه مع السوائل، يعني مع المية مع الحليب. ما نحطش اي مادة حمضية. يعني لو حطيت مثلا خلينا نفترض كيكة الكوكيز مثلا فيها السكر البني، السكر البني فيه نسبة كبيرة من الحمضيات. وبرضه الفواكه اذا كان حطينا فواكه او حطينا فواكه مجففة. طبعا هذين حنستخدموا نحن معاهن بيكربونات الصوديوم. يعني بيكربونات الصوديوم تشتغل مع الاحماض والحاجه اللي تكون فيها نسبه املاح عاليه. في حاله اني انا مثلا عندي وصفه نبي ندير بيها بيكربونات الصوديوم وما عنديش بيكربونات صوديوم في الحوش، ناخذ كشيك كبير بيكنج باودر عادي ونحط معاه كشيك صغير خل. انا هيك قاعد عندي بيكربونات صوديوم. جربوها واعطوني رايكم، وان شاء الله تكون معلومه اليوم فادتكم.